جراحة الغدة الدرقية من الجراحات الدقيقة جدًا، لو ما اتعملتش صح أنت معرض إن أنت تعيد الجراحة تاني خلال فترة ممكن تكون من شهور أو عدة سنوات تانية. آآ جراحة الغدة الدرقية ممكن تكون في صورة استئصال جزئي أو استئصال كامل أو استئصال فَص من الغدة الدرقية. الاستئصال الجزئي هو ده الجراح بييجي فيه عند عصب الصوت، جاي سايب جزء من الغدة أحيانًا ممكن يوصل لحجم عُقلة الإصبع، لكن ده بيكون سبب في الارتداد اللي ممكن يحصل خلال شهور أو سنوات. إذا كان غير حميد بتضطر إن أنت تخش تعيد الجراحة تاني عشان تستأصل الجزء اللي باقي كمان من الغدة، وده إحنا ما عدناش بنعمله تمامًا، وده غالبًا بيلجأ له معظم الجراحين الغير متخصصين في جراحات الغدد والأورام. النوع التاني هو الاستئصال الكامل للغدة الدرقية، وده عملية دقيقة شوية، لازم نحافظ فيها على عصب الصوت، ونحافظ فيها على الغدد الجرثرقية، وفي نفس الوقت ما نسيبش أي فتفوتة ولا بذرة من الغدة الدرقية، وفي نفس الوقت بنعمل جرح تجميلي عن طريق حاجة اسمها mini cyratotomy incision أو mini incision. بيبقى جرح بسيط أوي وصغير، ما بيلوش أي أثر على المدى البعيد، بيختفي تمامًا كأن المريضة مش عاملة أي عملية ولا أي حاجة. النوع التالت من الجراحات هو استئصال فص واحد من الغدة الدرقية، وده مسموح بيه لما بيكون في مشكلة موجودة في فص واحد والفص التاني سليم تماما، والمشكلة دي مشكلة حميدة مش ورم خبيث. لازم نختار الجراح اللي بيعمل لنا عملية كويس، لأن الاستئصال الكامل لو هو مع جراح غير متخصص بيحمل الكثير من المشاكل. على سبيل المثال إصابة عصب الصوت. إصابة عصب الصوت ممكن تؤدي إلى بحة الصوت، أو بعض الأحيان تركيب صفارة اللي هي أنبوبة شق الحنجري. ده الحمد لله بنقدر نتجنبه لما بنكون متخصصين. نقدر نحافظ على العصب كويس جدا، ونقدر نستأصل الغدة كاملة بدون أي بواقي موجودة معاه. شكرا جزيلا.